المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. نائب قائد القوات البحرية الروسية يزور إريتريا على رأس وفد. اختتام مؤتمر شباب الجبهة الشعبية في أوروبا. جهود لتقوية كفاءة التعليم في جالا نفحي. رئيس الفلبين يأمر بتعزيز الأمن البحري وسط تصاعد التوتر مع الصين. وزير الخارجية الفرنسي يلتقي نظيره الصيني في بكين. توقف عمليات البحث عن 13 عاملا علقوا في منجم بشرق روسيا. السلام عليكم ورحمة الله. وصل وفد روسيا الاتحادية رفيع المستوى برئاسة نائب القائد العام للقوات البحرية نائب الأميرال فلاديمير كاستونوف إلى مدينة مصوع مساء اليوم. وكان في استقبال الوفد الروسي رفيع المستوى لدى وصوله مطار مصوع الدولي كبار قادة الجيش، يتقدمهم قائد الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس ولد يوهانس، ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلية، بمراسم تضمنت عروض فنية. وتأتي الزيارة في إطار إحياء الذكرى 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا وروسيا الاتحادية، وتمتين العلاقات التي بدأت والتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك. في غضون ذلك قام أعضاء السفينة العسكرية التابعة للبحرية الروسية التي تقوم بالزيارة منذ 28 من مارس الماضي بجولة تفقدية في المناطق الأثرية في مصوع ونصب شهداء طوالوت والمتحف وشاطئ قرقسم. وجرت مباراة لكرة القدم ودية بين أعضاء السفينة وفريق القوات البحرية الإريترية. واستضاف قائد أركان القوات البحرية الإريترية العقيد ملاكي تخل مريم ضباط السفينة البحرية الروسية في قاعة اللواء الشهيد حمد كاريكاري، وقدم لهم هدايا تعكس إريتريا وثقافتها. اختتم المؤتمر 18 لمنظمة شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا الذي التأم في مدينة البندقية الإيطالية في الفترة من 28 وحتى 31 من مارس المنصرم بإصدار قرارات هامة. حضر المؤتمر أكثر من 600 عضو من أعضاء منظمة شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأعضاء الأمانة ورؤساء البعثات والدبلوماسيين، بالإضافة إلى ممثلين على المنظمات الإريترية من أكثر من 13 دولة أوروبية وأمريكية. وقدم سفير إريتريا في إيطاليا ومنسق البعثات في أوروبا السفير فساسين بطرس شرحا حول الأوضاع الراهنة في البلاد والأولويات الوطنية. وقال السفير فساسين إن على شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تمتين الصفوف والعمل لإنجاح البرامج الوطنية بجهد أكبر من أي وقت مضى نظرا للتغيرات الهامة. وبعد مناقشة أولويات المرحلة لبناء وتنمية البلاد وبرامج التصدي، أشاد المشاركون بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الإريترية والتقدم الذي أحرزته في المحافل الإقليمية والدولية، مؤدين على الاستعداد لهزيمة العدائيات البادية بأشكال جديدة لكنها نفس القديمة من خلال النضال اليقظ والفعال. وقرر المؤتمر العمل على تكثيف رفع الوعي وتنمية الموارد البشرية لاعتماد عقيدة الجبهة الشعبية على الدور الحاسم للإنسان وتقوية الجالية الإريترية في أوروبا من التأطير والتنظيم بالحفاظ على الوحدة والتماسك لتجاوز التحديات بنجاح. وقرروا دفع تنظيم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالتثقيف السياسي وعقد المؤتمر 19 في ألمانيا. أعلن مسؤول التعليم في مديرية جالا نفحي الأستاذ دانييل سلمون تحقيق نتائج مرضية من الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. وأوضح وجود 74 مدرسة تقدم خدمات منتظمة لأكثر من 24 ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية مع اكتمال المرافق والمعلمين، مشيرا الأرقام لنسب النجاح في المراحل التعليمية الثلاث. وذكر وجود نقص واقدا في الكتب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، داعيا إلى إصلاح الكتب في الخريف. وتوجد 37 روضة أطفال و21 مدرسة ابتدائية و9 مدارس متوسطة و3 ثانوية و4 مدارس داعمة في شقرني وعد هكيفة ولامزة وتخول في مديرية جالا نفحي بإجمالي
74 مؤسسة تعليمية. أفادت مؤسسة الغلال والمواشي أن التنمية الزراعية التي تقوم بها في مديريتي كركبة ودقة تحقق نتائج مشجعة. وقال مدير مشروع كركبة الزراعي قبر مريم محاري أن المشروع الذي يضم سد به أكثر من 300 مليون متر مكعب من المياه وأحواض توزيع كبيرة ونظام ري كامل وحوالي 10,000 من الأراضي الجاهزة مهد أرضية تنموية واسعة تحت إشراف الخبراء، مشيرا إلى أن الوضع مشجع حتى الآن من حيث فرص العمل والإنتاجية. وذكر العمل إلى جانب تنمية الذرة والخضروات في اختبارات ناجحة في البذور الزيتية والفواكه مثل الصوف والقطن والفاصوليا والمانجو، موضحا بأن فرص العمل التي وجدها السكان والتجارب التي اكتسبوها من الفوائد الإضافية للمشروع. وذكر الخبيران أدحان متدسي وإسماعيل إدريس بشأن تنمية الموز والنخيل الجارية في مشروع مقرايب إن المنطقة صالحة لزراعة الخضروات والفواكه بشكل عام وزراعة الموز والنخيل بشكل خاص. وأوضح بأن تجارب زراعة النخيل التي جرت بكميات محدودة حققت نتائج جيدة ويوجد برنامج لتوسيعها. وأكد السكان على المساهمة لتطوير التنمية الزراعية في منطقتهم باعتبارهم المستفيد الأول منها. وزعت قطاع الأراضي السكنية الطيسة في ضاحية عد مركجة في مديرية منحيلي ل 138 مواطنا أوفوا بالإجراءات المطلوبة. وقال مدير الضاحية في مناسبة التوزيع يوم 28 من مارس المنصرم إن الأراضي قدمت للمواطنين من قريتي عد حروة وعد قدنة. وذكر ممثل وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد عبد الرزاق محمد برهان بأن قطاع الأراضي السكنية قدمت أيضا في الأشهر الثلاثة الماضية للمواطنين من قرى عد سعته وعد عنديل وكدوزبي. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية النحيلي السيد كدام تخل مريم القرى لإكمال تجهيز وثائقها لتنفيذ سريع لعملية توزيع الأراضي. وكانت قطاع الأراضي السكنية قد وزعت ل 149 مواطنا عام 2023 في منحيلي. اختتم في 31 من مارس المنصرم مهرجان طلاب مديرية مندفرة. ووضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ سخست دخله مشاركة حوالي 4500 طالب من 18 مدرسة ابتدائية و9 مدارس متوسطة ومدرستين ثانويتين في مسابقات الرياضة والابتكار والاختراع والفنون التشكيلية والموسيقى الاستعراضية والدراما والقصص القصيرة والمناظرة. في الختام قدمت الجوائز للطلاب والمدارس الفائزة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور حكومته بتعزيز تنسيقها بشأن الأمن البحري لمواجهة مجموعة من التحديات الخطيرة التي تهدد وحدة الأراضي والسلام مع تصاعد النزاع مع الصين. ولم يذكر الأمر الذي تم توقيعه، لكنه يأتي في أعقاب سلسلة من المواجهات البحرية الثنائية والاتهامات المتبادلة بشأن منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا. وتعهد الرئيس بتنفيذ إجراءات مضادة للهجمات غير القانونية والقسرية والعدوانية والخطيرة التي يشنها خفر سواحل الصين على حد تعبيره. ووقعت أحدث أعمال العنف في مطلع الأسبوع الماضي عندما استخدمت الصين خراطيم المياه لعرقلة مهمة إعادة إمداد فلبينية إلى جزر سكن توماس شول للجنود الذين يحرسون سفينة حربية رست عمدا على الشعاب المرجانية قبل 25 عاما. التقى وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيغور نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة بكين. وتعتبر رحلة سيغورني إلى بكين بمثابة تحضير لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فرنسا في ربيع العام الحالي. وفي فبراير التقى وانغ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، حيث أعرب ماكرون عن رغبته في تعزيز التعاون مع الصين وتطوير التبادلات على مستوى عال بحلول نهاية هذا العام وفقا لوزارة الخارجية الصينية. ويصادف هذا العام الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا.
أنهى عناصر الإنقاذ في روسيا عمليات البحث عن 13 عاملا عالقين بمنجم منذ أكثر من أسبوعين بعد انهيار أرضي بأقصى شرقي روسيا بعدما فشلوا في الوصول إلى موقعهم. وأدى الانهيار الأرضي إلى محاصرة عمال المناجم المتخصصين في حفر الأنفاق على عمق نحو 125 مترا في منجم للذهب بمنطقة أمور وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن شركة بوكروفسكي رودنيكا التي تدير الموقع أن المئات من عناصر الإنقاذ الذين جرى إرسالهم إلى الموقع يحاولون إزالة الأنقاض وحفر الأنفاق للوصول إلى العمال، لكن في الأول من إبريل تقرر وقف عملية الإنقاذ في منجم بايونير. أختم النشرة بتذكير بالعناوين. نائب القوات البحرية الروسية يزور إريتريا على رأس وفد. اختتام مؤتمر شباب الجبهة الشعبية في أوروبا. جهود لتقوية كفاءة التعليم في جالنفحي. رئيس الفلبين يأمر بتعزيز الأمن البحري وسط تصاعد التوتر مع الصين. وزير الخارجية الفرنسي يلتقي نظيره الصيني في بكين. توقف عمليات البحث عن 13 عاملا علقوا في منجم بشرق روسيا. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.